نطبخ، نصنع شغلات نستفيد منها، نتعلم شغلات تفيد المجتمع، نرسم الأشياء اللي بنتصورها، نصيد سمك. بس الرياضة لحالها عالم ثاني. بس ما في شي بيجي بالساهل، لازم نتعرض لإصابات خلال التدريب لحتى نقدر بالآخر ننجح بمواهبنا. فاليوم حبيت أجرب واحدة من الرياضات المشهورة في اسطنبول، وهي السكيت. طبعا يا جماعة الخير، هلا وصلت أنا ولؤي على موقع الالتقاء تبعنا احنا ولاعبين السكيت. أهلا لؤي. رايحين نتجمع من هون، نضلنا نازلين على الخليج وراح نصور لقطات كثير حلوة إن شاء الله، فاستنى. وهنا الشرطة أجول عشان كنت قاعد بصور في منطقة ممنوع التصوير فيها، لكن تفاهمنا معهم وطلعوا كثير كويسين. بعدها يجوا الشباب وبلشوا يلعبوا شوية حركات في المكان هون. بعدها تحركنا من هون ورحنا لمنطقة الفاتح. احنا حاليا في منطقة الفاتح، وبرضه هناك لعبنا شوية. روح 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 روح. وهنا خلصنا من منطقة الفاتح ورحنا على منطقة الخليج. طبعا يا جماعة الخير، احنا هلا وصلنا منطقة الخليج. شوفوا محلاها ما شاء الله، بس الشباب قاعدين مستنونا في منطقة التقسيم. المهم اخذنا لنا كم صورة انا ولؤي، هي حساباتنا طلع لكم على الشاشة، روح عملنا عليها لايكات وعملنا فولو بالانستغرام. يا اخوان حاب احكي شغلة سريعة، اللي هي انتم طلبتوا مني قبل هيك اصور لكم في منطقة الخليج، بس راح اعمل فيديو خاص لمنطقة الخليج، لانه اليوم المفروض الفيديو كان نصور السكيت، تمام؟ المفروض كان يجي مثلا 20-30 شخص ونطلع احنا في الشوارع ونجرب السكيت وكذا، بس ما صار الاشي اللي بدنا اياه، فاضطرينا حاليا نغير الخطة، لانه في واحد من الشباب اللي كانوا معنا خبط بسيارة وعمل حادث وانجرح. وهلا رحنا على اخر وجهة لنا، واللي هي تقسيم. يلا تقسيم، يلا تقسيم. منطقة تقسيم لقينا فيها صاحبنا اللي متصاوب، وما كان حزين ابدا، كان قاعد بيضحك من قلبه، والشباب كلهم كانوا قاعدين بيضحكوا وماخذين الموضوع بمزح وبروح حلوة. كفو كفو. اوكي يا جماعة الخير، هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، وروحوا تتابعوا الشباب، الحسابات كلها موجودة تحت. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، واذا حبيتوا الفكرة حابين نعمل تجمع اكبر من هذا. طبعا اليوم اجوا بس 3 جزء تاني، بس يكون في مثلا 100 شخص، مش بس 3. عرفت؟ جاهزين؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا تنسوا لايك ومتابعة. ايوه عمر عاشور، وهي حسابه هون، روحوا تابعوه حبيبي. نزل شغلات حلوة على التيك توك صح؟ مع انه يومنا كان كثير صعب، بس احنا صنعنا الضحكة لحالنا ومع بعض. اتوقع هي اقرب ضحكة شفتها في حياتي. بمزح. هي كانت هوايتنا. احكوا لي انتو شو هوايتكم. كان معكم محمد عاشور. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات لتشوفوا فيديوهات جديدة، واكتبوا لي تحت اذا بدكم جزء تاني او لا. سلام.